بص، في مكان في العالم الناس بتخاف حتى تنطق اسمه، مش لانه فيه اشباح ولا الفضائيين عاملين فيه مصيف، بس لانه بلع طيارات وغرق سفن وساب ورق التحقيق فاضي. ده مش فيلم خيال علمي، ده مثلث برمودا. بس قبل ما تقول اثاره وغموض وكده، يعني خليني اقول لك ان الحكايه دي اعمق من كده بكتير. مثلث برمودا ما بين ميامي في فلوريدا وبورتوريكو وجزر برمودا، منطقه شكلها مثلث كده على الخريطه، بس اسمها على مر السنين بقى مرعب لوحده. ناس اختفت، طيارات وقعت، سفن غرقت من غير اي اثر، وكل مره نفس الجمله. اخر تواصل كانوا هم داخلين مثلث برمودا، وبعدها ولا حس ولا خير. بس هل المكان فعلا ملعون ولا في تفسير علمي تحت الميه مستني اللي يفهمه؟ السماء زرقاء، بحر هادي، بس البوصلة بتلف حوالين نفسها. شايفين ضوء غريب شكله مش طبيعي. زمان في سنة 1945 5 طيارات حربية أمريكية اسمهم فلايت 19 طلعوا في تدريب عادي جدا، لكن بعد شوية القائد قال في الراديو البوصلة بايظة، كل حاجة حوالينا بان انها مش في مكانها، مش شايفين لا الأرض ولا البحر، وبعدها اختفوا وبعتوا طيارة إنقاذ بس اختفت هي كمان. يعني 6 طيارات في يوم واحد اتبخروا، وده كان الشرارة اللي خلى مثلث برمودا يدخل التاريخ، مش كحدث لا كأسطورة. بس تعالى نهدى كده ونفهم، هل في تفسير علمي لكل ده؟ وفي كمان تفسيرات ناس قالتها ومحدش ركز فيها مع انها عبقريه. اول حاجه، المنطقه دي فيها حاجه اسمها خطوط غير مغناطيسيه، يعني البوصله هناك ممكن تقرا غلط بسبب التقاء خطوط المجال المغناطيسي بشكل شاذ. وفي سبب تاني اسمه غاز الميثان الهيدرات، فاكروه كيمياء السنه اللي فاتت ايه؟ طبعا انت مش هتنسى الميثان وايثان والعيله بتاعتها دي كلها، الله يرحم ايام زمان لما كنا في ثانوي بقى عام زمان كده. يعني السفينه وهي ماشيه تلاقي نفسها فجاه مش طافيه اللي هي بتطفي، لا اللي هي بتطفو، ولا فوق ارشميدس حاله قانون الطفو ايه. المهم السفينه تلاقي نفسها فجاه مش طافيه وتغرق في ثانيه. والاغرب اكتشفوا ده فعلا في قاع برمودا، فقاعات انفجرت فجاه ممكن تبلع سفينه من غير ما تسيب اثر. طب والطيارات؟ في تفسير تاني اسمه الغيوم السداسيه. صور الاقمار الصناعيه لقطت غيوم على شكل مسدسات اللي هو الشكل السداسي في المنطقه دي، ودي بتولد رياح عملاقه بتوصل ل 270 كيلومتر في الساعه، يعني ممكن تطير طياره اصلا وتحطم سفينه. والناس تفكر ان هم اختفوا فجاه وهم حرفيا طاروا واتغسلوا في الهواء. بس الغريب بجد ان في مناطق تانية في العالم بتحصل فيها نفس الحوادث، زي بحر اليابان او بحر الشيطان، وده اليابانيين بيسموه كده من كتر اللي حصل فيه. بس الاعلام مسك في برمودا بس، بدانا نصدق ان ده مركز الغموض الوحيد. يعني احنا اللي عملنا من مثلث برمودا شبح، والواقع كان ممكن يكون في اي حته تانية غير مثلث برمودا. عارف ان في تقرير من البحريه الامريكيه بيقول ان مفيش اي دليل ان مثلث برمودا اخطر من اي مكان تاني في البحر، وان اغلب الحوادث كانت بسبب اخطاء بشريه طبعا يعني، او ظروف طقس مجنونه. بس الناس بتحب الغموض اكتر من الحقيقه دي. طب ليه كل ده حصل في نفس المنطقه؟ عشان ببساطه دي واحده من اكتر طرق الملاحه ازدحاما في العالم، يعني الاف السفن والطيارات بيمروا من هناك سنويا. يعني لو 1 من 10% حصل لهم حاجه الرقم برضه كبير. بس ده مش سحر، ده احصاء. بس في نظريه تانية غريبه شويه وناس قليله بس اللي عارفينها، بيقول لك ان في عمق البحر هناك في تشوهات في الجاذبيه بسبب اختلاف كثافه القشره الارضيه، تشوهات تخلي الاجهزه تتلخبط وتخلي حتى الجي بي اس يدوخ، وكل ده موجود في تقارير جيولوجيه فعلا. يعني اللي بنسميه اختفاء غامض ممكن يكون علم، بس علم لسه بنفهمه. مفيش بوابه زمنيه، مفيش كائنات فضائيه بتخطف الطيارات، مفيش كراكن بيبلع الغواصات، في بحر واسع وتقنيات بتتلخبط، وفي بشر ممكن يغلطوا. بس ده ما يمنعش ان في اسرار فعلا في الارض دي. اللخبطه دي بقى اسرار بتقول لنا ان مهما وصلنا في مناطق العلم بيقول فيها معرفش، بس هنستمر في البحث. بس تعرف اللي بيخلينا نصدق اسطوره مثلث برمودا مش الرعب ولا الغموض، اللي بيخلينا نصدق هو ان في جزء بيحب يسال وجزء تاني بيحب يحلم. فالمره الجايه وانت راكب طياره وعديت فوق البحر بص من الشباك وافتكر الغموض مش دايما وراه شبح، احيانا الغموض اسمه لسه مش فاهمين، بس قريب هنفهم.